اهلا بيكم وكل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل سوا الفونيار او قنديل الغطاس اللي بالبرتقانه. الادوات اللي احنا هنحتاجها معلقه وسكينه وقطر، وغطاء اقلام. تمام، واداه الحفر بتاعه الخشب. ممكن نستعيض عنها بالقطر، وأقلام الألوان بقى فلوماستر عشان نعرف نرسم على البرتقال. وطبعا الدراعات بقى بتاعت البرتقانة ممكن تستخدموا حبال وتدككوا فيها مكرونة أو سلوك زي ما أنا عامل. أول خطوة طبعا إن احنا هنبقى مجهزين طبقين، طبق هنحط فيه القشر اللي احنا هنعمله، وطبق تاني هنحط فيه قلب البرتقال. تمام. أول حاجة بقطع جزء كده من فوق من البرتقانة، ده الغطا بتاعها. طبعا انتوا عارفين ان البرتقانة هتبقى شبه الشورية. تمام. فالغطا ده اللي هنحطه مع السلوك او الحبل بعد كده. وبعدين هبدأ احفر كده حوالين الجزء اللي انا فرغته، وبعدين ابدأ اطلع كده قلب البرتقانة بالمعلقة واحدة واحدة، بحيث ان احنا ما نخرمش الجدار بتاع البرتقانة، ونحاول نسيب جزء ابيض بقى سميك شوية، علشان انا هعمل الرسوم على البرتقانة النهاردة بالحفر مش بالتفريغ. يعني انا هبدأ احفر على الجدار بتاع البرتقانة، واطلع اللي هو الجزء الاورنج ده منها، واسيب الجدار الابيض بتاعها. تمام. مش هفرغ ان انا هقطع كل الجدار او افرغ جزء من البرتقانة. زي ما انتوا شايفين كده انا فرغت البرتقانة كلها وشلت القلب بتاعها، وطبعا هي بتبقى بسرة، فانا شلت اللي هي الجزء اللي تحت عشان ده اللي هنحط فيه الشمعة. تمام. وبرضو بنضف الغطا بتاعها عشان ايه، ده اللي انا برضو هدخل فيه السلوك او الحبل حسب المتاح عندكم. تمام. بعد كده الخطوة التانية هبدأ اجيب غطا قلم. تمام. وانا هعمل المرة دي موتيفة كده اللي هي بتاعت اليوتا، بتبقى موجودة في المخطوطات. تمام. فانا جبت غطا قلم جاف عادي او قلم الوان اي حاجة يعني، بس يبقى صغير، يعني الغطا بتاعه صغير، ما تبقاش حلقها كبير عشان الدايرة كمان تبقى صغيرة. تمام. بعدين هبدأ كده اضغط على الجدار بتاع البرتقال واخرم الدواير على مسافات متساوية، يعني مثلا مسافة صباع ما بين كل واحدة وواحدة. تمام. وايدي برضو في ظهر الجدار بتاع البرتقال، عشان طبعا هي دلوقتي جدارها رقيق، يعني ما تتقطعش ايه وتتفتح منكم. تمام. هعمل نفس الحركة في برضو البرتقانة من تحت، انا هعمل نفس الموتيفة من فوق ومن تحت. دي موتيفة اليوتا زي ما قلت لكم اللي موجودة في المخطوطات. طيب بعد كده هبقى اجيب بقى اللي هي اداة الحفر بتاعة الخشب. تمام. وهبدأ كده امشي زجزاج حوالين الدوائر اللي انا فرغتها دي. تمام. هوريكم برضو شكل الموتيفة دي نفسها، هتظهر دلوقتي قدامكم على الفيديو. بعد ما بخلص الزجزاج الاولاني اللي هو رايح جاي كده، بعمل التاني قصاده برضو نفس الحكاية رايح جاي عشان يدينا الشكل ده. ده على شكل حرف اليوتا، يعني لو فصلنا دايرة بالخط اللي حواليها يدي شكل حرف اليوتا. تمام. بعمل نفس الحكاية برضو في الجزء التحتاني نفس الحركة. تمام. زي ما انتوا شايفين كده انا بحفر الجزء الاورنج نفسه وبسيب الطبقة البيضة تحت. تمام. كل ده وانا طبعا ماسكة البرتقانة بالايد التانية علشان خاطر ما تتقطعش مني وانا بشتغل. تمام. طيب بعد ما خلصنا بقى الناحيتين، نبدأ بقى نرسم موتيفات في النص بقى. مثلا هعمل المونوجرام حرف الرو زي ما انتوا شايفين كده، بس طبعا هو عشان انا بصور فالكاميرا بتجيب عكس. تمام. بعمل حرف الرو وبعدين بعمل حرف الكي بعديه. طبعا المونوجرام ده يعتبر زي اختصار كلمة خريستوس. تمام. المسيح. الرو بعدين متداخل معاها حرف الكي. طيب بعد كده بقى نعمل موتيفة تانية، هعمل ترويصة بحرف اليوتا برضو من المخطوطات مشهورة خالص، ترويصة صغيرة اللي هي بتبقى في اخر كل صفحة كده. عبارة عن 4 دواير وما بينهم برضو خطوط متداخلة اللي هي حرف اليوتا زي ما عملنا الموتيفة الفوقانية. تمام. ممكن نعملها بالقلم وبعد كده نحفر حواليه، او ممكن تعملوها على طول لو انتوا يعني متخيلين الشكل، وتقدروا تشتغلوا على طول من غير القلم علشان القلم طبعا بيطبع في الجزء الابيض زي ما انتوا شفتوا. تمام.
طيب بعد كده هعمل برضو شكل تاني، هعمل صليب عنخ. تمام. اللي هو مفتاح الحياة، بس بالشكل القبطي اللي هو دايرة، الراس بتاعته دايرة، وبعد كده الصليب عادي تحت. وهعمل حواليه برضو حرف الألفا وحرف الأوميجا، الأول والآخر. تمام. طبعا لو انتوا مش متحكمين وانتوا بتحفروا ان انتوا تمسكوا بايد وتحفروا بايد وكده، ممكن تحطوا جواها فوطة او اي قماشة كده قديمة عشان تبقى بس صلبة الجدار بتاعها وتقدروا تحفروا بكل سهولة. تمام. انا دلوقتي بحفر حرف الالفا، وبعدين هعمل معاه الناحية التانية الاوميجا. تمام. كده فاضل مساحة واحدة بس على البرتقانة، فمتهيألي نعمل عليها بقى ايه، سمكة. وسمكة باللغة اليونانية اخسوس، ومع اختصار الحروف بتاعتها الاولانية اختصار يسوع المسيح ابن الله المخلص. ودي كانت العلامة بتاعة المسيحيين زمان، كانوا يرسموها كده البعض على الارض في ايام الاضطهاد عشان يتعرفوا على بعض. كده خلصت. هنجيب بقى الغطا بتاعها وهعمله كده زجزاج 7-8 كده رايح جاي بالسكينة او بالقطر المتاح عندكم يعني، او اللي تقدروا تتحكموا فيه وانتوا بتشتغلوا. هنسيبها بقى على جنب ونبدأ نعمل البرتقانة التانية. زي ما انا قلت لكم، ممكن نحط فوطة قديمة، قماشة، اي حاجة جوه البرتقانة عشان اقدر اتحكم فيها. المرة دي انا حطيت الفوطة علشان خاطر البرتقانة دي جدارها رقيق شوية عن التانية. تمام. هعمل عليها برضو موتيفة كده على الناحيتين قصاد بعض، هوريها لكم برضو، هتظهر دلوقتي قدامكم على الفيديو. ببدأ احدد برضو دايرة كده بالقلم، وبعدين احفرها واتأكد ان طبعا الجدار الابيض يعني متماسك، علشان خاطر طبعا لو انا رسمت دايرة والجدار الابيض مش ماسك نفسه هتتخرم، هتبقى متفرغة. تمام. وبعدين ابدأ ارسم حواليه كده من فوق برضو اللفة بتاعة الدايرة من فوق ومن تحت. وبعدين عند كل طرف من الاتنين بعمل زي شكل ورق الأكانسس، وده رمز للانتصار. تمام. بحاول يعني على قد ما اقدر. وبعدين ابدأ كل طرف من اطراف ورق الأكانسس كده اشده تاني للورقة اللي تحت، يعني هعمل 2 فوق و2 تحت. بعدين اربطهم كده بخط دائرة عشان بحيث ان تبقى كانت دايرة كده دبل. تمام. وبعدين هبدأ ارسم الصليب في الداخل برضو. تمام. وابدأ برضو اشيل عند كل فرع من فروع الصليب كده افرغه. تمام. وخلي بالي طبعا علشان ما تتقطعش مني، زي ما قلت لكم حطوا اي حاجة جوه عشان تبقى الجدار متماسك شوية. تمام. كده عملنا الصليب. هعمل نفس الموتيفة في الناحية التانية من البرتقال. تمام. وبعد ما اخلص الناحية التانية برضو هبدأ اربط ورقة من ورق الأكانسس اللي انا رسمته ده، اربطه برضو بالورقة التانية اللي قصادها، بحيث يبقى برضو دايرة من تحت يعني تبقى واضحة برضو. بعد كده فاضل عندنا حتتين فاضيين هرسم فيهم برضو ترويصة من الترويصات اللي موجودة في بعض المخطوطات، اللي هي صليب برضو اليوتا، بيبقى مربعين متداخلين، بس طبعا بيبقى فيه ليهم برضو تفاصيل تانية من جوه، بس صعب ان انت تعملها على برتقانة يعني. تمام. بس يعني ده الشكل الخارجي بتاع الترويصة، وبرضو هيظهر قدامكم دلوقتي على الفيديو. هنعملها ازاي؟ عبارة عن مربع صغير وبعدين مربع اكبر، وبعدين نطلع زي سهمين متقابلين كده، وبعد كده بعملهم متقاطعين، وبعدين بعمل مثلث عليهم من فوق. ده كده شكل الاوتلاين بتاع الترويصة يعني، ما عملناش التفاصيل الداخلية. تمام. برضو بعمل نفس الشكل في الناحية التانية. ويبقى كده الفونيرة والقنديل بتاعنا خلص بالموتيفات بتاعته. بنبدأ نركب بقى الثلاث فروع، سواء بقى سلك او خيط بتكيكم فيهم مكرونة او تسيبهم كده، ده يرجع لكم. وبنحط الشمع بقى بتاعنا او اي حاجة بقى انتوا هتقيدوا بيها. وده الشكل النهائي بقى. كل سنة وانتوا طيبين، وعيد غطاس سعيد عليكم. للي بيشوفوني على اليوتيوب هسيب لكم في صندوق الوصف اول تعليق مثبت
واللي بيشوفوني على الفيس هاسيب لكم في الديسكريبشن روابط لفيديوهات تانية بقى ازاي تعملوا برضو تفريغ واشكال تانية للفونيار وقنديل الغطاس. بتمنى الفيديو يكون عجبكم، وكل سنة وانتم طيبين. نو فري شوي، كونوا معافين في الرب، وجاي خانة تشويس.